خلي بالك شات جي بي تي ممكن يقتلك. عارف انك ممكن تستغرب من الكلام ده، بس الموضوع حقيقي وفعلا حصل. القصة بدأت مع مراهق أمريكي استخدم تطبيق اسمه كاركتر دوت اي اي، وهو مشابه لذكاء شات جي بي تي. الفكرة ان التطبيق ده بيديك الحرية انك تصمم شخصية افتراضية فيها كل المواصفات اللي انت عاوزها، وتتكلم معاها كإنسان حقيقي بالظبط. المراهق ده كان بيكلم الشخصية دي باستمرار وبدأ يتعلق بيها، لدرجة انه انفصل عن العالم كله وعاش قصة حب وهمية معاه. ولما والدته اكتشفت الموضوع حاولت تتدخل واخدت منه التليفون، لكنه كان متعلق بالشخصيه لدرجه انه دور على الموبايل في كل مكان لحد ما لقاه ورجع يكلمه. وفي لحظه عبر عن افتقاده ليها وقال لها انه عاوز يروح لها، وهنا قرر ينهي حياته اعتقادا منه انه بالطريقه دي هيروح لها فعلا، وفعلا انتحر. الشاهد من القصه ان الذكاء الاصطناعي بيتطور بشكل مرعب، وبدأ يأثر على حياتنا بشكل احنا مش ملاحظينه. عشان كده خلي بالك واستخدمه دايما في اطار الشغل وبحدود واضحه، وما تنساش تتابعني.